كلامي اليوم هو رسالة لكل مسلم. ما تحكمش على حد من الظاهر. لو شفت حد محترم وملتزم وولاده مش زيه، ما ترميش عليه وعلى ولاده التهم. انت ما تعرفش كم المعاناة والجهاد اللي هو فيه. اتقي الله في اختك او في اخوك، وافتكر سيدنا ادم وابنه قابيل اللي قتل اخوه هابيل، وابن سيدنا نوح اللي رفض يركب السفينة وغرق، وابو سيدنا ابراهيم اللي هدده بالرجم، وولاد سيدنا يعقوب اللي فكروا يقتلوا اخوهم يوسف، وابو طالب عم سيدنا محمد اللي على الرغم من نصرته للاسلام الا انه مات على الكفر. كلها قصص ربنا أنزلها عشان تفكرنا إن كل واحد فينا معاه مفتاح نجاته، وإنه المسؤول عن ميوله ورغباته، وإن هدايته اختياره، وإن مفيش حد له سلطان على حد تاني. ولو ركزت في كل قصة هتلاقي دايما إن المؤمنين هم الفئة القليلة. فاوعى تغرك نفسك وتتغر بالدنيا وتفتكر إنك أشطر من غيرك في تربية أولادك. دي نعمة ورزق من عند ربنا، احمده عليها ليل نهار، وادعي لهم ولنفسك بالثبات، وما تنساش تخلي الأولاد المسلمين نصيب وحظ من دعواتك.